السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكثروا من الصلاة على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكر الذاكرون، عدد ما غفل عنه الغافلون. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما كان وعدد ما يكون، عدد الحركات والسكون. لا إله إلا الله، استغفر الله واتوب إليه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قصتنا اليوم عن الصحابي عبد الله بن حذافة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سير جيشا لقتال الروم، فلما نظر قيصر إلى المسلمين وشجاعتهم وثباتهم قالوا آتوني بأسير، فأتوا بأسير شجاع وهو الصحابي عبد الله بن حذافة، فعرض عليه قيصر أن يترك الإسلام ويطلق سراحه، فرفض عبد الله، وعرض عليه أيضا أن يعطيه نصف ملكه ورفض ذلك، وعرض عليه أيضا أن يعطيه نصف ملكه ويشاركه في الحكم، فرفض ذلك رضي الله عنه، فقال اصلبوه، فصلب رضي الله عنه وأصبح يقذف بالنبال والسهام، ولم يؤثر ذلك على ثباته رضي الله عنه، وأمر بسجنه ومنع عنه الطعام والشراب، وكاد أن يموت من ذلك من شدة الجوع والعطش، وثبت رضي الله عنه. وأرسلوا له امرأة فاتنة ذات جمال ولم ينظر إليها، وأمر قيصر بإحضاره، وأمر بوضع قدر فيه زيت ويغلى، وعندما غلي رمي فيه أحد أسرى المسلمين فتفتت داخل هذا القدر، فقال خذوه إلى القدر وأرموه فيه. وأثناء ذلك فبكى رضي الله عنه. قال قيصر لقد انهار الرجل، ورجع إلى وسأله قيصر لماذا تبكي؟ قال أبكي لأنه لا توجد لي إلا نفس واحدة، تمنيت والله لو عندي عدد من